هاي وصفة أمي، اسمها قشطة اللي أو قشطة الرز. كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة، وما بتحتاج منا غير كوب من الرز. رح نجيب هذا الكوب ونحاول نطحنه لأنعم مستوى ممكن. أنا جبت مطحنة البهارات أو مطحنة القهوة، فرح نطحن الرز كتير منيح، كوب واحد فقط. صار عنا هون طحين الرز. بعدين رح نجيب لتر واحد من الحليب، رح نحطه بطنجرة على النار. بعدين رح ننزل بالرز المطحون. انا اشتغلته على البارد، وبعدين صرت حرك شوي شوي مثل ما انتم شايفين لحد ما القوام صار معي بهذا الشكل بالضبط. لما غلى نزلت عليه بكوب من السكر وكمان رح حرك. القوام صار سميك، يعني سميك كتير كمان. بعدين على صينية، رح جيب هاي الصينية وادهنها بسمنة او زبدة، يفضل زبدة كتير افضل. راح ندهنها مثل ما انتم شايفين، ونحط عليها كوب من البقسماط او الكعك المطحون او الارشلي، إلها اكثر من اسم، ما بعرف شو بتسموها ببلدكم. لكن مثل ما انتم شايفين راح نحاول نفلش كل البقسماط على الزبدة ونرصهم كتير منيح. بعدين ننزل بالخليط. لما ينشف وش الخليط راح ناخدهم على الفرن، راح نحطهم 15 دقيقة من تحت و5 دقايق من فوق. شفتوا هاي النتيجة؟ بينفخ هيك، بس لا تخافوا، عادي طبيعي. هي هيك الوصفة يعني. لما تطلع من الفرن راح تكون معنا بهذا الشكل. أكيد راح نقطع على مربعات مثل ما أنتم شايفين. وطعمتها يا أصدقائي فعليا كتير طيبة يعني حلويات ومن الرز، وفعليا طعمة القشطة كتير واضحة فيها. بتمنى تشوفوا المقادير الموجودة تحت الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لنا فولو وشاركوا هاي الوصفة مع الأصدقاء والأحبة. صحتين وعافية.